اليوم باذن الله راح نتكلم اللي هو عن الخط الديواني. الخط الديواني احد اللي هو اجمل الخطوط العربيه وافضلها اللي هو في الجمال وفي الرسم وفي نوعيه اللي هو رسم الحروف. نبدا اليوم اللي هو كبدايه كمقدمه لرسم الحروف في الخط الديواني. طبعا تقتصر اللي هو دوره اليوم على رسم الحروف فقط، وان شاء الله نحصل الوقت الكافي في الايام القادمه على اساس اللي هو نكمل رسم اللي هو الكلمات، رسم الكلمات وتشبيك اللي هو الحروف مع بعضها. طبعا بفضل الله عز وجل ثم بجهود اللي هو الطاقم الاداري نحسن اللي هو خطنا باذن الله ويتوفر الوقت والادوات في الايام القادمه. مائله الى اليمين، ماسك الريشه كذا ويكون فيها ميلان لليمين. تثبت هالشيء اثناء ما ترسم الحرف وبدايه الحرف معك في الورقه. شايفين الاوراق اللي موجوده معك؟ ابدا ماسك الريشه وارسم اللي هو ميلان بسيط على اليمين، امشي على نفس رسمه اللي هو الحرف. اذا مشت معك في البدايه والنهايه بنفس الرسمه اللي موجوده في الاوراق، مسكتك او حرفين مع حرفين حيعطيني ايش؟ كلمه كامله. طيب اول حاجه الاحرف، بعدين الاحرف مع اللي هو احرف اخرى، ثم عندي اللي هو بقيه الكلمه. اولا ابدا بالحروف اليوم باذن الله، والان نبدا يا شباب اللي هو في الحروف. عندي ورق اللي اعطيتكم اياها، ورقه شايفينها اللي فيها لمعه. هذا الورق الفاخر للخط، وهذا الورق يسمى ورق فاخر، تحصلوه في المكتبه ورق فاخر. هذا الورق اللي يستخدم للخط غالبا، يستخدم غالبا للخط مع اللي هو الاحبار والريشه، مع الاحبار والريشه. طيب اللي هي القصب هذه موجوده في مكتبه جرير. طيب انواعها كالتالي: عندي اللي هو هذا قصب مصري، طبعا هذا ايضا ممتاز، سعره رخيص جدا، موجود بجرير. عندي القصب الثاني اللي هو هذا ممتاز جدا وصلب وقوي، هذا موجود ايضا في جرير، تقريبا سعره 12 ريال، وهو تقريبا قصب اندونيسي. ثم عندي اللي هو القصب الصيني، وهذا موجود في مكتبه قرطاسيه الصحابه اللي في العدل، تقريبا 5 ريال، ولكن يحتاج له اللي هو ايش؟ يحتاج له تبرية او براءة. الادوات هذه مع الحبر، طبعا الحبر يوجد في متاجر خاصه، متاجر اللي هو للخط. النزول يكون الخط ايش؟ عريض. النهايه لو بنلاحظ النهايه هنا نحيف، وهنا الجزء هذا وش فيه؟ اعرض. ليش جاء عريض في الاخير نحيف؟ لما انزل في النزول هذا لاحظ مسكه القلم، ولما الف القلم شوف كيف انتهى القلم معي بالشكل هذا. انا بديت بالشكل هذا ينتهي معي بالشكل، ليش؟ يصير فيه دوران. لاحظ. طيب نفس الشيء زميلكم يقول كيف ابدا بالسين. السين ابدا بالشكل العريض هذا، واضح؟ انزل بالسين والف القلم، بعدها اللي هو ابدا بشكل عريض، ولما انتهي ايضا بشكل ايش؟ عنه. عمليه اللي هو ايش؟ دوران اللي هو القلم. نفس الشيء عندي اللي حرف اللي هو الباء. الباء يبدا بشكل عريض، في الوسط ايضا عريض، وينتهي بشكل ايش؟ عنح. هذا محمد موسى عبد السمير اول ثاني. والله صراحه استفدت من الخط الديواني، واستفدت من كتابه الحروف، بعدين نتعلم كيف نشبك الحروف مع الكلمات، و فرصه حلوه صراحه نتعلم على صراحه. اتمنى الشيء ذا صراحه، لان كثيرين من الطلاب يعني خطوطهم شويه صعبه، واتمنى تقام كل سنه تشكيل صدى اول حلو مع اداره المدرسه. ناصر محمد الجابري. اول خدنا من الدوره في بعض الحروف يعني لها رسم خاص وحركه ومسكه القلم لها كمان يعني شيء خاص، فمره كويسه الدوره، وان شاء الله نستمر فيها الاسابيع القادمه. نعم اؤيد، حتى يعني اللي ما عنده امكانيه في المدرسه واللي ما عنده وقت برا المدرسه يستغل وقته في الخط، لانه اذا انت ما تعرف خطك العربي كيف يعني يسالك اي حد سؤال عن خطك يعني مش تجاوب، هذا خطك لازم تعرفه. الاسم محمد ابراهيم، ابو طالب الشقيقي، اولى خامس. المشروع عن خط الديوان.
أشكر حقيقة الأستاذ عوض الحربي على الجهود والقائم بخط الديوان. نتعلم إن شاء الله بخطوط الديوان ونكون أفضل خطوط إن شاء الله. أيد خط الديوان لأنه بعض الخطوط سيئة، نتعلم صح، نخطي بس نتعلم إن شاء الله من الأخطاء حقتنا إن شاء الله. حقيقة أشكر الأستاذ عوض الحربي شكر من أعماق قلبي، وأشكر إدارة المدرسة على جهودها.